وأثار انتباهي أحد المقالات بموقع الحرة الإخباري الأمريكي حول هذه الحرب التي بدأت ترسم خريطة جديدة لسوق الأسمدة العالمية. كنت قريت قبل يومين أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مفاوضات مع المغرب من أجل يعني شراء كميات كبيرة من الأسمدة. طبعا الحرب التي اتسع نطاقها وامتدت تعدائياتها الى حركه الملاحه في مضيق هرمز، الخبراء الدوليون الذي يعني متخصصين في المجال نتاع الزراعه والاقتصاد يراقبون عن كثب ما قد يحدث لسلاسل توريد الاسمده التي يعتمد عليها المزارعين حول العالم. هذا مضيق هرمز هو احد اهم شرايين التجاره الدوليه للطاقه، مش فقط البترول والغاز، الاسمده النيتروجينيه، لان دول الخليج وايران تعتبر من ابرز منتجي الامونيا واليوريا في العالم، وهذان مكونان اساسيان في انتاج الاسمده النيتروجينيه التي تعتمد عليها الزراعه الحديثه. يعني هنا كاين واحد لا بيرتورباسيون يعني في التوريد، يعني كاين اضطراب في التوريد نتاع هذه المنتجات التي تعتمد عليها في انتاج الاسمده، واي اضطراب في حركه الصادرات عبر هذا الممر البحري طبعا قد ينعكس مباشره على توفر هذه المواد في الاسواق العالميه، وهذا سينعكس بالسلب على المحاصيل الزراعيه عبر العالم. يعني الامر يعني الصوره اكثر تعقيد من مجرد تهديد للامدادات. التوتر في الخليج قد يفتح الباب امام اعاده توزيع النفوذ في سوق الاسمده العالميه، مع بروز طبعا لاعبين اخرين قادرين على سد جزء من الفجوه المحتمله، واللي على راسهم كما قلت لكم المغرب. مدير الاقتصاد والزراعه في منظمه الفاو، منظمه الغذاء العالميه الفاو، قال في مقابله مع موقع الحره ان يعني الزراعه الحديثه تعتمد، يعني الزراعه الحديثه في الوقت الحالي تعتمد على 3 عناصر رئيسيه في الاسمده: النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم. تنتج الاسمده النيتروجينيه من الغاز الطبيعي بشكل اساسي، بينما يعتمد انتاج الاسمده الفوسفاتيه على خام الفوسفات. وحسب بيانات منظمه الفاو يستهلك العالم سنويا اكثر من 190 مليون طن من المغذيات الزراعيه، منها 110 مليون طن من الاسمده النيتروجينيه، و45 مليون طن من الفوسفور، و40 مليون طن من البوتاسيوم. تعد هذه الاسمده النيتروجينيه الاكثر حساسيه للتقلبات الجيوسياسيه، لانها تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، مما يجعل انتاجها متركزا في الدول الغنيه بالطاقه. هذا المسؤول بمنظمه الفاو اشار الى الدور الذي تلعبه دول الخليج، ويصف الدور نتاعهم بالمحوري في السوق العالميه، لان هناك ايران والسعوديه وقطر والامارات والبحرين من المنتجين الرئيسيين للاسمده النيتروجينيه، خصوصا اليوريا والامونيا اللي تدخل في صناعه الاسمده اللي موجهه للزراعه. وخمس، يعني حسب تقديرات الاسواق الزراعيه، 5 دول يعني في الخليج وايران توفر اكثر من ثلث صادرات اليوريا العالميه، بالاضافه الى ربع تجاره الامونيا العالميه. واليوريا هذه تعد اكثر الاسمده استخداما في العالم، اذ توفر مصدرا مركزا للنيتروجين الضروري لنمو المحاصيل. لذلك فإن أي تعطل في تصديرها قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق الزراعية، خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يعني هذا مضيق هرمز مش غير صدمة نفطية، يعني صدمة غذائية أيضا، بالنظر إلى الإنتاج الضخم اللي تنتجه هذه الدول، دول الخليج يعني وإيران، في يعني المواد التي تدخل في الأسمدة، يعني اللي هي مهمة لمحاصيل الزراعه. يعني في ظل هذا الاضطرابات وهذا المشكل اللي صار في منطقه الخليج، هنا يعني لاعب سيظهر مهم جدا، وهو المغرب الذي طبعا يحتضن اكثر من 70% من احتياطيات الفوسفات المعروفه عالميا، وهذا اللي يجعله لاعب استراتيجي في سوق الاسمده الفوسفاتيه. كاين مكتب الشريف للفوسفات اللي يعتبر من اكبر شركات الاسمده في العالم. هذه الشركه التي تنتج سنويا ما يقارب
ال 35 مليون طن من صخور الفوسفات واكثر من 12 مليون طن من الاسمده الفوسفاتيه. المغرب يصدر منتجاته الزراعيه الى اكثر من 160 دوله، مما يجعله احد اهم الموردين للاسمده في الاسواق العالميه، خصوصا في افريقيا وامريكا واوروبا وامريكا اللاتينيه. يقول المسؤول بمنظمه الفاو بان الفوسفات يمثل عنصرا مختلفا في معادله سوق الاسمده، ويقول بان المغرب لاعب رئيسي في سوق الفوسفات. هذه السوق اقل ارتباطا بالغاز الطبيعي مقارنه بالاسمده النيتروجينيه، لكن يضيف بان الفوسفات وحده لا يمكن ان يعوض النقص المحتمل في الاسمده النيتروجينيه، فالاسمده هذه تعتمد على توازن بين النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وقال بان اي اضطراب في احد هذه المكونات قد يؤثر على النظام الزراعي ككل. بجانب المغرب هناك الصين الذي يمكن ان تلعب يعني او تؤثر على توازن السوق العالمي للاسمده، لكن في السنوات الاخيره بكين فرضت قيودا على صادرات الاسمده بهدف حمايه السوق المحليه وضمان توفر الامدادات للمزارعين الصينيين، يعني باش يكونسومي ما ينتجونه، يعني يعطوا الاولويه للمحلي، المزارع المحلي، باش تشوفوا خطوره يعني هذه الازمه، يعني هذه الازمه تاع الاسمده اللي بالنظر الى هذه الحرب الدائره، واللي الكثير راه ماشي يتكلم فقط على البترول ولا الغاز، لا، المشكل راه متعلق بالاسمده يعني، وهذا يعني يشكل مشكل كبير بالنسبه للنظام الغذائي في العالم.